طيب بص يا احمد يا اجازة، في الاجازة ما تبقاش لعب وبس، تبقى لعب وبرضه من اللعب ده نتعلم حاجات مفيدة زي التجارب اللي احنا بنعملها بنتعلم منها حاجات مفيدة، زي تجربة المغناطيس احنا نزلناها على القناة، وزي تجربة ال- الطفو والغرق احنا برضو نزلناها على القناة. فايه الحاجات دي كنا بنعملها لكم في الاجازة ليه؟ عشان نوريكم الحاجات دي إيه اللي هيحصل بالنسبة لك وايه اللي هيحصل فيها. تمام. يعني لعب بلس مفيد بلس ذكاء. يا احمد، يعني لا، في الاجازه دي بس برضو اما انت هتلعب برضو هتفهم حاجات عشان تبقى دماغك مصحصحه لما وقت الامتحانات تيجي، وبرضو تتعلم من الحاجات دي ان انت مثلا زي التجارب اللي احنا عملناها المغناطيس والكوره. فانت لما مثلا تاخدها في سنه رابعه او سنه خمسة او مثلا في تالتة او اولى ابتدائي، فانت عارف الحاجات دي، او انت مش عارفها، انت بتستفاد من معلومات اكتر.